اسمع اسمع يا وعملوها الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا ووقفوا وقفة رجالة مبروك لمصر ولولاد. وعملوها الرجالة ورفعوا اسمع اسمع ووقفوا وقفة رجالة مبروك لمصر ولولادنا. الكل طاير من الفرحة الكل طاير من الفرحة والله. يا رب دايما من الفرحة ما تحرمناش يا رب. مصر تتعادل مع ايران ورسميا مصر في دور ال 32. هتقول احنا صعدنا كتاني كنا عايزين نصعد اول. اقول لك يا حبيب قلبي احنا صاعدين كتاني في مجموعه فيها بلجيكا وصاعد بالتساوي مع بلجيكا بفرق الاهداف. بلجيكا صاعده اول بفرق الاهداف عني بفرق جونين. بلجيكا صاعده عني وانا متعادل مع بلجيكا في اول ماتش وانا المفروض اكسب بلجيكا. انا خارج ماتش بلجيكا انا متعادل 1-1 وانا متضايق. هتقول لي احنا صاعدين كتاني يا عم احنا كنا عايزين نكسب ايران والماتش كان سهل. اقول لك افتكر ما تنساش احنا داخلين كاس العالم عايزين نكسب ماتش. انت متخيل؟ اتعادلنا مع بلجيكا كنا متضايقين وكنا نستحق ان احنا نكسب. كنا نستحق ان احنا نكسب ما كانش معانا توفيق بس الحمد لله كسبنا نيوزيلندا. اتعادلنا مع ايران. سيبك من ماتش ايران مش هنتكلم عنه ككوره بس انساه. مصر في دور ال 32 هنلاعب استراليا في دور ال 32. يعني انت نسبة صعودك على استراليا هنيجي للكلام ده كله. افرح لأول مرة في التاريخ مصر في دور ال 32. مصر في دور ال 32 يا جدعان. انت عارف يعني ايه؟ اسمع من الاول تاني احنا قاعدين للصبح ما وراناش حاجه. حلقه للتاريخ وفي رساله هوصلها بس دقيقه واحده. اسمع جايلكم هيوصل لكم رساله الاثنين هيوصلوا لهم. ووقفوا وقفة رجالة مبروك لمصر ولولادها كلهم. مبروك لمصر، مبروك للمصريين، مبروك للشعب المصري كله. احنا الساعة كام؟ الساعة 8 ونص الصبح 9 الصبح. شوف الشوارع الناس ما نامتش. اللي رايح شغل رايح مطبق، اللي اجازة النهاردة مطبق، كله مطبق. احنا ولا اكلتس على المغرب. مبروك لمصر. تاني اللي قلناه في الحلقة اللي فاتت وفي رسالة عايز اوصلها لاتنين لجمهور بلد عربية والجمهور زيزي. بس هجيلكوا اتقل عليا بقى اتقل. كل التحية كل التقدير كل الاحترام لرئيس مجلس الوزراء حسام حسن. هتقول لي يا عم ده العميد. اقول لك ما احنا رقيناه. رئيس مجلس الوزراء حسام حسن تعظيم سلام ليك. لولاك ما كانش حصل اللي حصل. لولاك كنا صعدنا. اسمع بقى اللي بقول لك عليه. مش صعدنا عشان كويسين فنيا بس، احنا كويسين فنيا وعندنا روح، في ترابط بين اللعيبه، في خوف من اللي واقف على الخط. تسمع بقى اللي بقول لك عليه. هي ديت مصر، هي ديت المصريين، وهي ديت اللعيبه المصريين. كنت بقول لكم الاهلي محتاج مدرب شخصيه اكتر عن مدرب فني. هات مدرب شخصيه ونزل اي 11 واحد هتكسب شخصيه. تحياتي لحسام حسن وابراهيم حسن والكل الجهاز الفني وكل اللعيب من اصغر واحد من حمزه عبد الكريم لمحمد صلاح والشناوي، للي لعب للي ما لعبش، للكل. شكرا على الفرحه اللي احنا فيها. شكرا لكل نقطه عرق انتوا عرقتوها. في اول ماتش ايران ما كناش احسن حاجه بس شكرا. مش هنمسك في ماتش ايران ونسيب اللي فات. هنيجي لماتش ايران. وتاني عايز اوصل رساله لفريق او لجمهور او لبعض من جمهور منتخب عربي او لبلد عربيه والجمهور زيزي. وهجيلكم. تعادلنا مع بلجيكا وكنا نستحق نكسب. كنا نستحق نكسب بس التعادل مش وحش. انت كنت كسبان بلجيكا 1 وتعادلت مع بلجيكا وبلجيكا اتعادلت معاك بالعافيه. كسبت نيوزيلندا وحققت اداء تاريخي واول فوز في كاس العالم من سنه 1934 من جد يا راجل. دي عمله حسام حسن والجيل دوت. دخلت ماتش ايران اي نعم الاداء مش احسن حاجه. حاولت كان ربنا واقف معانا. جبت جون في الدقيقه 5 تعادلوا هم في الدقيقه 13 في الدقيقه 14 دخل جون في الدقيقه 93 اتحسب اوفسايد. ده ربنا ان انا شايف الكوره مش اوفسايد. الفار عمل الكوره على حمزه عبد الكريم. كان في لعيب الناحيه الثانيه ناحيه اليمين مغطي من وجهه نظر بس الحمد لله يا باشا.
الحمد لله. ممكن اكون انا اللي غلط، ممكن من الواحد من التوتر واحد ما كانش واخد باله. مبروك لمصر، افرحوا من قبلكم، ده اداء تاريخي. هنلاعب الدور الجاي في ال 32 استراليا باذن الله، باذن الله هنبقى في ال 16، وانا توقعي هنوصل لل8 او لل4 باذن الله نوصل لل8 او لل4. نبدا الماتش، دخلنا ماتش ايران النهارده بضغط كويس، وفي عايزين نعمل حاجه من بدايه الماتش، واثقين في نفسنا، في ضغط، في تمرير، في روح. جبنا الضغط والتمرير والروح المجال اللي بقول لك عليها، ادت لجون بدري، جت في الدقيقه 5 هدف الاول لمصر. صلاح عثر في الكوره، عايز يلعبها لتريزيجيه، مدافع ردها، لقت محمود صابر، سدد الكوره محمود صابر، كان فيها توفيق كبير ودخلت، والهدف الاول لمصر. قلنا ايه ده، فل قوي يا باشا، الماتش هيفتح نكسب 4-5. ولكن ما قدمناش احسن اداء. بقى باقي الشوط الاول كل المحاولات على استحياء، انت بتلعب متوتر، انت وايران متوتر، انت متوتر خايف اللي انت تخسر، اللي انت لو خسرت هتبقى احسن تالت، ونخش بقى في الحسابات وفي الاله الحاسبه، ونجيب الاله الحاسبه بعد ما قلنا ان احنا خلصنا. فانت خايف، وايران ما قدامهاش غير المكسب عشان تصعد، بدل برضه ما تخش في نفس الموضوع احسن تالت. فانت خايف لا تخسر، وايران خايفه لا تخسر. الماتش كله في نص الملعب، دب في نص الملعب. راحت ايران في الدقيقه 13 جابت هدف التعادل، كانت هجمه خطيره قوي، اصلا تمركز من البدايه غلط من المدافعين، من عبد المنعم ومن رامي. صدها شوبير، قلنا الحمد لله تردد شوبير. فتوح طبعا مش موجود، فتوح انا مش عارف هو حلو ولا وحش ولا في ولا ايه، انا نفسي والله العظيم ما عارف. انا فتوح بعيد عن اهلي الزمالك انا بحبه، انا بحب فتوح، ولعيب مهاري ولعيب تقيل. في الماتش اللي فات الكرة اللي طلع فيها دخل هو مهند يشيله، ما انا مش عارف، بس سيبك احنا يا باشا فرحانين النهارده فرحانين. المهم شوبير صد الكرة اتردت، مفيش مراقبة من فتوح. لعيب رقم 23 بتاعنا اللي هو اختار لعيب فيه معرفش اسمه ايه، اتردت له كان لوحده، هوب هدف التعادل. قلنا يا باشا مش مشكلة، لسه بدأ الدقيقة 13 قبلها ضربة جزاء صدها شوبير برضه يا باشا. شوبير هو الأصل أحسن جون في مصر، ولا أحسن جون في مصر إيه، شوبير هو الأصل أحسن جون في أفريقيا، في العالم يوم، في العالم. يا عم أنا عبيط بقى، مالكش دعوة، أنا حر يا عم. أنا عارف مين أحسن حارس في العالم؟ شوبير. عارف مين أحسن مهاجم؟ حمزة عبد الكريم. مالكش دعوة، سيبني أنا بتعالج، سيبني أنا نفرح دلوقتي. فقبل هدف التعادل ضربة جزاء صدها شوبير وتألق فيها برضه، ردت والحمد لله ما الدنيا مشيت والكرة خرجت، وقلنا 1-0 زي ما احنا جبت تعادل، مش مشكلة يا باشا، 1-1 لسه بدري، الدقيقة 13 لسه بقى الشوط الأول والشوط التاني هنكسب. باقي الشوط الأول كله محاولات على استحياء، محاولات فردية، مفيش الأداء اللي احنا عملناه في الماتشين اللي فاتوا، في إرهاق، في توتر، في إن أنا بقول لك أنا خايف أخسر، إيران بتلعب بدفاع خايفة إيران تخسر، هجمات ايران علينا هجمات خطيره، لعيبه ايران طويله، اي كره عرضيه طويله، الحمد لله ما جربوش غير ركنيتين تقريبا في الماتش كله. فالشوط كله زي ما بقول لك في نص الملعب محاولات على استحياء، الاستحواذ ليك، بس ما فيش الهجمات اللي احنا نقول احنا رحنا 3-4 كور ولولا حارس ايران كنا كسبنا لا ما فيش. فايران برضه عايزه تكسب فبتدافع. في خلال الشوط الاول في ماتش بطيء نوعا ما، خلص الشوط الاول بالتعادل 1-1. قلنا مش مشكله يا باشا، او انا عن نفسي قلت حسام حسن هيخش بين الشوطين يشد الحزام وطرقع زي ماتش نيوزيلندا بقى. نزل الشوط الاول اي نعم اتحسنا نوعا ما لحد مثلا الدقيقه 80 حاجه، انت احسن من الشوط الاول بس برضه على استحياء، مش الاداء اللي هو. بدات الشوط الثاني بضغط، بدات انت بتحاول تعمل حاجه، بتحاول توصل، عايز تكسب لحد دقيقة 48. أول هجمة لمنتخب مصر برضه محاولة من صلاح عافر فيها مع المهاجم، لعبة حلوة أوي لتريزيجيه ما سماش على الكورة، عايزة من لمسة واحدة، تريزيجيه لعبها من لمسة واحدة، ولولا التكتل الدفاعي الإيراني ولولا مدافعين إيران كانت الكورة راحت. تريزيجيه ملوش حظ فيها، إن صلاح لعبها عافر فيها ولعبها له حلو أوي. تريزيجيه مش اللي هو استلم وعايز يروح، لا يا باشا، تريزيجيه خدها من لمسة واحدة، هي عايزة كده، بس هو حظه التكتل الدفاعي. كانت في الدقيقة 48. الدقيقة 6 برضه بعدها مسكت كورة في نص الملعب وحاولت على الدقيقة 56 خرج انت بين الشوطين الأول، عملت تغييرين، خرج إمام اللي كان من أسوأ لعيبة الماتش، معرفش فيه إيه يعني. إمام تشوفوا الماتشين اللي فاتوا في أول ماتش عموما، شوف النهارده مش هو، خرج إمام وخرج محمود صابر ونزل مروان يظبط نص الملعب شوية.
نزل مروان ونزل مين ونزل مرموش. اتفرج كده شوف اللي انا قلت لك الماتش اللي فات. مرموش لما بينزل نص الملعب ناحيه الوينج ما بيلعبش مهاجم، كان المهاجم كمل زيزو بعد كده نزل حمزه. تلاقي مرموش بياخد بيحاول يرقص بيعمل. والناس اللي لعبت الكوره هتفهم اللي انا بقوله لك. اي لعيب مهاري وعنده ثقه في نفسه عايز ياخد الكوره يرقص واحد واثنين، ساعات بيطولها شويه ساعات بتتقطع، بس انت مش شرط كلاعب مهاري اللي انت كل مره تروح ترقص. ده اللي كنت بقوله ساعه احمد عبد القادر. يا جدعان اي لعيب مهاري لازم يبقى عنده ثقه في نفسه، لازم يروح انا مهاري وانا عارف ان انا مهاري، اللي بيتفرج عليا عارف ان انا مهاري، اي حد عارف ان انا مهاري وانا نفسي عارف ان انا مهاري، فانا واحد على واحد هروح. مرموش كان ساعات بيطولها شويه، بس النهارده مرموش لما نزل الشوط الثاني كله مرموش عامل بالنسبه لي انا عامل اداء حلو. مرموش بياخد الكوره عنده ثقه في نفسه، مش هايب انا اروح ورقص اتقطعت ايه يعني، واي لعيب مهاري كده. برضه نزل بين الشوطين هو مروان ظبط نص ملعب شويه، ومرموش نوعا ما ظبط الاداء الهجومي. بدانا نحاول نروح بتاع ده 56 خرج صلاح ونزل زيزو. بالنسبه لتغيير صلاح يا باشا انا اللي حسام حسن هيعمله صح. انا مع حسام حسن في اي حاجه يعني. هتقولي يعني انت شايف حسام صلاح كان يخرج؟ مش حسام حسن خرجه يبقى صلاح كان يخرج. بلاش نجادل بلاش نهاجم، سيبوا الراجل يشتغل بالله عليكم. صلاح وجوده في الملعب لوحده تقل. صلاح اسطوره كل حاجه، بس الراجل اللي في الملعب شايف هو في ايه بينه وبين صلاح؟ ما صلاح لعب 3 ماتشات اساسي، كان بيغيره في الدقيقه 80 وفي الدقيقه 85 وقرروا بعد النهارده هو شايف حاجه تانية. سيبوا الراجل يشتغل. الدقيقه 64 فاول منتخب محدود منطقه الجزاء من ناحيه الشمال، زيزو ريحها حلوه قوي. مروان عالمي يا جدعان. التمريرات الكوره ديت لو كانت كملي كان جون عالمي. مروان لعبها المهند تمريره عالميه من لمسه واحده تفكير ردها بوش رجله جوه منطقه الجزاء، لكن مفيش التكمله الكتير، مفيش عدد لعيبه كتير جوه منطقه الجزاء. ايران اللي هو يكمل بتاع راح مدافع ايران يطلعها. الدقيقه 68 نفس الموضوع، هجمه خطيره لمرموش، خد الكوره زي ما بقول لك عنده ثقه في نفسه. انا يا باشا مش فارق معاه اتقطعت مش مشكله، رقص واحد رقص التاني رقص التالت ولفها وعايز يحطها ار2. لولا التكتل الدفاعي برده كانت راحت. جول حلو قوي، طلعت ضربه ركنيه. بدأ الماتش يتغير من الدقيقه 80 وبدأ التحول التام بقى، مبقاش يعتبر مبقاش لينا وجود من الدقيقه 80. وبعد كده اصابه فتوح خرج بتلعب 10 لعيبه، نزل بتلعب 10 لعيبه برضه لان كان مصاب بيتمعه واقف في ملعبه غصب عنه، يعني رب تكون الاصابه بسيطه. تلعب 10 لعيبه، ايران ما بقتش باقيه على حاجه، لازم تكسب. كرات ارضيه ضربات ركنيه التمريرات بيحاولوا يشوطوا من بره، كل اللي انت نفسك فيهم بيعملوه. كان نزل ياسر مكان محمد عبد المنعم ظبط الدنيا شويه. عبد المنعم لسه مش في الفورمه، محمد عبد المنعم لسه مش في الفورمه، لا جريته ولا استلامته ولا باسته ولا الجنب بتاعه ولا ثقته في نفسه ولا اي حاجه كفورمه محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم كانت اكبر غلطه يا باشا موجود ما يبداش اساسي، كانت اكبر غلطه، بس ادام حسام حسن بدا بيه يبقى حسام حسن صح. المهم ايران سجلت جون التعادل، جون المكسب اللي هو الثاني في الدقيقه 93. وانا قلبي كان هيقف، اقسم لك بالله كان قلبي هيقف. يعني ايه؟ يعني انا بعد كل دوت هصعد كاحسن ثالث واشوف بقى وامسك الاله الحاسبه واشوف هلاعب فرنسا ولا هلاعب مين ازاي كرة بتتعادل. انا بدور على انا شفت اول حاجه ان هي مش اوفسايد، في اول اعاده شفت ان هي مش اوفسايد، بس جت في ايد اللعيب اللي وقع على الارض ما شفتهاش اوفسايد، اللي هي ما كانش حمزه عبد الكريم، كان في لعيب تاني من منتخب مصر ورا حمزه، فانا شفتها مش اوفسايد. قلت يا رب يحسبها لمسه يد وما يحسبهاش جول. وانا خلاص اقسم لك بالله عيط قلبي هيقف يا صاحبي. لقيت الحكم عمال يتكلم في الفار قلت بس انا طبعا مش سامع بيقول ايه وبيتكلم مش عارف انجليزي ولا ايه. الكوره جول، لقيتهم بيقولوا حسبوا اوفسايد. الواحد موطي ساجد الف حمد وشكر يا باشا، ان شاء الله يحسبها خرجت بره وما دخلتش الشبكه اصلا. انا على قلبي زي العسل. الحكم لغى الجون، لعبنا 3-4 دقايق، الحكم مش راضي يصفر، يا عم صفر، ده بقت 98 هموت. ايران كل حاجه بتعلق جوه، كل حاجه بتعلق. ياسر ابراهيم طلع عمل تاكلينج طلع كوره برده. يا جدعان انا بحب ياسر وبحب حسام وبحب هاني وبحب فتوح وبحب شوبير وبحب صلاح وبحب حسام حسن. يا جدعان حسام وابراهيم الاثنين هما اللي حسام وابراهيم دايما كده.
انا بعتذر عن الشتيمه اللي كنا بنشتمها لكم زمان كجمهور اهلي في المدرجات، لحد بس ما كاس العالم يخلص وهنرجع احسن. كل التحيه والتقدير لحسام حسن وابراهيم حسن. افرحوا، افرح افرح، سيبك من اللي بيقعدوا يهروا على السوشيال ميديا والهجاصين اللي بيطلعوا في التلفزيونات. افرح لمنتخب بلدك وافرح لبلدك. افرح افرح، الواحد بيستنى اي حاجه من ايه. الشغف ده كان موجود من امتى؟ من 2010 مفيش الشغف ده ناحيه المنتخب. افرح. مثلا دور ال 32 انا صاعد كتاني وانا معايا بلجيكا، صاعد كتاني وانا متساوم في النقط مع بلجيكا وهم صاعدين بفرق الاهداف عني، مع اني استحق اصعد كاول لان كنت استحق اكسب ماتش بلجيكا بس معيش توفيق. ما كانش عارف. الف حمد وشكر ليك يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب. نيجي بقى للموضوع اللي كنت بقول لك رساله، رسالتين. اول رساله للجمهور منتخب عربي بدون ذكر اسماء، لبعض من منتخب العربي، لبعض الناس اللي بيشوفها على السوشيال ميديا. كسبنا نيوزيلندا الماتش اللي فات يا عم، يا عم انت مال امك يا عم، انت مال امك، نفرح ما نفرحش، كسبت ماتش اول ماتش اكسبه، انت مالك؟ انت مالك انت كمنتخب؟ انت بتقول لي مش عارف منتخبي اللي هو البلد اللي انتوا بتتكلموا عليها بلدكم يعني، مش عارف صعدنا لحد دور الكام ووصلنا للمربع. يا عم انا مالي، انا في وقتها كان كل ما اتفرج عليها كانت المصريين بتشجعك ولا كأن منتخب مصر بتلعب وانت بتلعب على الثالث والرابع وانت وصلت. كنا بس بعد اللي احنا شفناه والغل والحقد والكراهيه منكم، مش للكل، في ناس طبعا لو 3/4 الشعب اللي انا بتكلم عليه على راسنا وناس محترمه، والعلاقه بره الكوره اخواتنا وكل حاجه، بتكلم على الجزء منهم من قبل على السوشيال ميديا. انت مالك انت؟ انا افرح براحتي، اعمل اللي انا عايزه، احتفل، اقول كل اللي انا نفسي فيه كمصر. يا ابني انا مصر، تعرف يعني ايه مصر؟ انا مصر. طبعا احنا بنتكلم ككوره، هكلمك ككوره، تعالى كلمني ككوره. بره الانجاز اللي انت مش عارف تلاقي ثالث ولا رابع العالم ده، ايه تاريخك في المنتخبات؟ ايه تاريخك قصاد انا كمصر؟ قول لي تاريخك قصادي ايه؟ قول لي بطولاتك ايه؟ قول لي بطولاتك القاريه اللي انت عمال تقول لي انا والتيتو والشيخ بطولاتك ايه؟ بطولاتك الافريقيه ايه؟ انت قدامي مش موجود، فانا افرح براحتي، اعمل اللي انا عايزه، احفل عليك، احفل على اي منتخب افريقي خلقه ربنا عشان انا مصر. اعرف مقامك واعرف انت بتتكلم عن مين. بتتكلم عن مصر في كرة القدم. طبعا احنا كل حاجة بنتكلم عليها ككورة، فانا كمصر حق افرح، حق اعمل اللي انا عايزه غصب عن عين التخين، نقفل الموضوع دوت. نخش بقى على اخواتنا بتوع جمهور زيزي. من بداية كأس العالم احنا مش هنشجع مصر من ماتش الودي بتاع البرازيل. ده مصر هتشيل قبح من البرازيل، مصر تنزل تبقى كسبانه البرازيل 1 تخسر 2-1 صمت تاني. لك يا عم اصل هنشيل سكور من بلجيكا، مصر تنزل تعمل اداء عالمي تبقى كسبانه بلجيكا، وبلجيكا تتعادل بالعافيه مع مصر. تتعادل بالعافيه مع مصر، كنا نستحق نكسب، وانت عارف وانا عارف وكله عارف، وهم ذات نفسهم جمهور الزيزي عارفين، جمهور الزلو عارف. سلم وتعادلنا. نكسب نيوزيلندا مالهمش وجود. تعادل مع ايران باداء وحش، اي نعم هتلاقيهم جزء منهم ظهر، بس ساعه ال 32 ما حدش منهم هيفتح بقه. باذن الله من الدور ال 32 نكسب باذن الله، هنلعب استراليا، هنكسب استراليا باذن الله توفيق ربنا وبدعاء 120 مليون. هتلاقيهم كلهم دخلوا في المصريين بيحتفلوا، هتلاقيهم هم بداوا يخشوا في المصريين وسط الناس اللي بتحتفل لكنهم ما كانوش بيقولوا حاجه. يا تشجع بلدك يا تشجع بلدك، اركن الانديه على جنب، سيبك مين انضم ومين ما انضمش، يا تفرح لبلدك. نيجي لتقييم لعيبه المنتخب. شوبير مش احسن اداء، كوره واثنين وثلاثه طلع فيها وحش، ما تقدرش الكوره صح. مش هننسى اللي فات واحنا فرحانين والحمد لله اللي عدت على خير وصعدنا. اي نعم كتاني بس هنلعب استراليا مش مشكله، الله اعلم كنت صعدت كمان كنت لعبت السنغال ولا مين، فمش مشكله يعني في بيتها. فشوبير ياخد هديك 7. شوبير حلو 7 مش وحش. فتوح انا بقول لك انا مش عارف فتوح حلو ولا وحش، ليه اخطاء كتير الماتشين اللي فاتوا وليه حاجات حلوه. يلا 6 عشان كسبنا. شوبير. عبد المنعم ياخد 3 ده بس عشان المكسب، اوت اوف فورمه مش موجود عبد المنعم. ربيعه هديله 7 الرامي ربيعه، ورامي ربيعه حتى في ماتش بلجيكا لما نزل
كبديل ولعب على لوكاكو، عمل اداء كويس. رامي ربيعه الموسم دوت عامل اداء كويس من اخر موسم كان فيه في الاهلي، وهو مفنش مع الاهلي باداء كويس ومستمر، ما اتفرجش عليه في العين، بس الفورمه اللي هو فيها في المنتخب بتدل ان هو في العين ماشي كويس. محمد هاني برضو الماتشات اللي فاتت كانت احسن من النهارده، بس هتاخد 6. محمود صابر هديله 8 عشان الجون وعشان عمل كام كوره حلوه قبل ما يطلع. لسه لعيب صغير ولسه باول مشاركه ليه وفي كاس العالم، وما لعبش مع منتخب كتير، ما لعبش دوري كتير، مفيش الخبرات الكافيه، فياخد 8. ومهند لاشين هديله 5 برضو، مش احسن حاجه ككل منتخب، مش احسن حاجه، والارقام ديت عشان المكسب وعشان الفرحه. تريزيجيه ياخد 8 من نجم الماتش، هجوما موجود، بيحاول دفاعيا بيرجع بيساند، نجم الماتش بالنسبه لي تريزيجيه. صراحه الاداء الماتشات اللي فاتت كان احسن فهياخد 6. امام عاشور 3 ده عشان المكسب، يعني مش 2 ولا 1 ولا اي حاجه، بس عشان المكسب خد 3. وزيكو نفس الموضوع 3. زيكو برضو يعني زيكو من الماتش اللي فات انا قلت لك زيكو الماتش اللي فات هات لي كوره واحده لعبها غير الجون والاسيست، كوره واحده بعيدا عن الجون اللي جابه والاسيست اللي ريحها لصلاح وصلاح حطها حلو ماتش نيوزيلندا، هات لي كوره زيكو عملها، فياخد 3 ومبروك. ويستمر زيكو، طور من نفسك وحاول اكتر من كده. نزل في التبديلات، نزل ياسر ابراهيم اديله 6، نزل لعب برضه اداء كويس وطلع كوره، لا ياخد 7. ياسر ابراهيم طلع كوره يا جدعان بعد الجون اللي اتلغى دوت، اقسم بالله عمل تاكلينج ياسر ابراهيم، طار وفرد رجله، الكوره خبطت فيه وطلعت، الكوره كانت رايحه، رجع الكوره والله الكوره كانت رايحه. نزل مروان، هدي مروان 3. ونزل زيزو، ما كان صلاح هدي زيزو 3. مرموش ما كان يوم هدي مرموش 5. وانا بحب مرموش بس ما طلعش مرموش مهاجم. ونزل حمزه عبد الكريم مكان زيكو، حمزه عبد الكريم اديله 10 طبعا. نجم مصر الاول حمزه عبد الكريم، تقول لي يا عم انت اقول لك نجم مصر الاول حمزه عبد الكريم وياخد 10 من 10. عافيه للاعلاميين وللجمهور اللي بيطلع يشتم عيل عنده 18 سنه يا جاحد بيلعب في برشلونه، بدل ما تدعمه تقول تفرح ان انت عندك واحد مصري بيلعب في برشلونه او محترف حتى يا عم بيلعب في اي حته، 18 سنه وبيحترف وبيلعب منتخب مع كاس عالم تساندو. 10 من 10 حمزه عبد الكريم، واللي مش عاجبه ما كده انت عارف. مبروك، الف مليون مبروك لمصر وللشعب المصري، وكل الدعم من حسام حسن وللعيبه وللجهاز الفني وللجهاز الطبي وللجهاز الاداري. وباذن الله هنكسب استراليا وهنصعد لدور ال 16 باذن الله. اشوفكم في حلقه جديده. مبروك.